ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ وافكار سونا. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الفول النابت بكل التكات والتفاصيل اللي هتخليه يطلع معاكي بالمنظر التحفة اللي انتوا شايفينه ده. كله متنبت وكمان مفيهوش ولا واحدة غامقة ولا بيعمل ريحة ولا كمان هيبوظ منك. هقول لكم على كل الخطوات والتكات اللي هتخلي كمان الشوربة بتاعته لونها فاتح وطعمها بالأمانة كده أحلى من شوربة الفراخ واللحمة. والنابت بتاعنا بيكون مستوي ومهري. للنابت طرق كتيرة خالص. أنا النهاردة هقول لكم على أسهل وأبسط طريقة للتنبيت وكمان للتسوية. شايفين المنظر؟ يلا كل سنة وانتم طيبين، الجمعة العظيمة داخلة علينا، فيلا كده اللي ما نبتش الفول النابت ينبته بالطريقة دي وإن شاء الله هياكل أحلى فول نابت. فيلا بينا كده نشوف هنعمل ازاي مع بعض واحدة واحدة. يلا بينا. في الأول معايا الفول اللي احنا هنشتغل فيه لازم تكون الحبة لونها فاتح. كل ما كانت حبة الفول النابت فاتحة هتطلع معاكي الشوربة لونها فاتح، وتكون كمان الحبة كبيرة. أنا هنا اللي عندي ده ده كان عندي متخزن، أنا بخزنه، فيعني الحبة مش كبيرة جو، لكن انتي تعمليه بالحبة الصغيرة أو الكبيرة مفيش أي مشاكل. غسلناه كويس خالص مرة واتنين وتلاتة. بعد كده هنجيب طبق مليان مية وهنحط فيه الفول بتاعنا. هنسيبه كده في المية، يعني انا مثلا بليته يوم الاثنين الصبح، هسيبه في المية النهار كله يوم الاثنين وكمان التلات اليوم كله، يعني كده يومين في المية. تمام. بس طبعا هنغير المية من وقت للتاني عشان ما تعملش معانا ريح. شايفين هنا بعد ما الحبة كبرت معايا بقى عامل ازاي وشرب المية. طيب، في المرحلة دي بقى هنبتدي اهم خطوة، تنجي الفولة اللي فتحت معاكي، لان الفولة اللي فتحت القشرة بتاعتها دي ما ينفعش تحطيها في النابت. هي هتنبت كل حاجة بس هتغمج معاكي وكمان هتعمل ريحة، وممكن تخلي الفول كله ياخد ريحة مش مستحبة. فانت هتنجي الحباية اللي فتحت كده وكمان مش هنرميها، خليها وهقولك واحنا شغالين هتعملي بها ايه. فانا هبتدي انجي الحباية المفتوحة كده من الفول بتاعي، وكل الحب المكفول هو ده اللي هبتدي انبته. بعد كده هنجيب مصفى او طبق، وهنبتدي بقى ينفع تحط الفول زي ما هو كده من غير ما تلفيه وبعد كده تغطيه بفوطة برضه هينبت معاكي. بس انا الطريقة اللي بحبها ان انا بجيب فوطة او اي قماشة عندك تكون نظيفة، طبعا من قماش المطبخ، وهبتدي كده اصفي الفول من المية وهحطه في الفوطة. وانت بتنجيه كده حاولي الحباية المفتوحة تستغنى عنها وتركنيها على جنب، ما ينفعش تخليها في النابت. حطينا كل كمية الفول، طبعا هنا الفوطة اتبلت من المية بتاعت النابت، يعني الفوطة بتاعتك بتكون من الدي. وهنبتدي بقى نغطيه. لفيته التلات بالليل، هسيبه كده متغطي لغاية الصبح. طيب الفول اللي طلع معايا المفتوح ده مش هنرميه، هتحطيه في كيس في الفريزر. لما تعملي دماسة فول او تعملي طعمية هتطلعيه وتستعمليه عادي، يعني مش هيترمي. هنا بقى بعد كده تاني يوم الصبح بدأت أفتح عليه. شايفين بدأت النبتة تظهر معانا اهو، يعني بدأ ينبت من أول يوم. خلاص احنا هنا في المرحلة دي بقى هبتدي اعمل الفول ده زي حمام مية. لازم اسقطه في المية واسيبه كده حوالي دقيقة او دقيقتين، لان طبعا ملفوف الليل كله فبيبقى كده منشف شوية. فهتحطيه كده في طبق فيه مية، وبعد كده هتسيبيه في المية كده حوالي دقيقة، وبعد كده هنعمل نفس الحركة وهنشيله من المية ونلفه في الفوطة. الحركة دي تعمليها الصبح وبالليل. لو الجو حر جو عندك ممكن تعمليها 3 مرات، الصبح والظهر وبالليل، يعني كده حوالي يومين لغاية الفول كله ما ينبت معاكي. تمام. انا بليته الاثنين الصبح، خليته في المية الاثنين كله والتلات كله، بدأت الف يوم التلات بالليل في الفوطة. لفيته بعد كده خليته الاربع والخميس برضو ملفوف، وبدأت اعمل نفس الخطوات، اسقطه في المية واطلعه والفه بالفوطة لغاية ما طلع معايا بالشكل التحفة ده. شايفين نبت ازاي؟ شايفين النبتة؟ كل ما هتخليها اكتر هينبت معاكي اكتر، بس طبعا في المرحلة دي هو كده تمام التمام، لانك لو نبتيها اكتر من كده هيبتدي النبتة تضمر معاكي ولونها يغمج وهتبقى مش حلوة، وكمان الطعم هيبقى مش حلو. ففي المرحلة دي كده التنبيت تمام التمام. هبتدي بقى اشطفه مرة واتنين. طبعا انا شطفاه الاول وادي اهو بشطفه تاني قدامكم. وبعد كده بقى هنبتدي نسوي، هشيله من المية واحطه في المصفى، وكده يبقى مرحلة التنبيت خلصت معانا. سهلة جدا وبسيطة. طبعا طرق التنبيت كتيرة، بس بالأمانة الطريقة دي بيطلع معاكي النابت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولا واحدة غامقة وكمان ولا عامل أي ريحة، وطعمه بيبقى تحفة. طيب هنا هنستعمل بقى معانا عشان نسويه،
عايزين كده راس توم تكون يعني يكونوا حبة توم كده حلوين، فلفلاية حارة ده اختياري، حابة تحطيها تمام مش حابة تمام، نص ليمونة، وكمان مكعب مرقة خضار. انا طبعا حتى مرقة خضار عشان احنا صايمين، لكن ينفع تعمليها بمرقة الفراخ. ومعايا كمان معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة. ولو حابة تضيفي فلفل أسود تمام، بس الفلفل الأسود هيغمق معاكي الشوربة شوي. لو عندك فلفل أبيض تمام حطيه. هنحط الحلة هنا على البوتاجاز ونسيب المية تغلي، وبعد كده هعصر نص الليمونة وهنزل كده بالقشر بتاعها في الحل. المرحلة دي مهمة جدا لأن هي الأساس اللي بتخلي مية النابت لونها فاتح معاكي، ما بتغمقش من أول ما بتسويه لغاية ما بيخلص من عندك. بعد كده هننزل بالفول بتاعنا في الحلة، وهنبتدي بقى أول ما يبتدي يغلي لازم نشيل الرغوة. الرغوة دي من المهم انك تشيليها عشان تخلي الشوربة بتاعتك صافية، وكمان يكون برضو لونها فاتح. شايفين النابت عامل ازاي؟ هيبتدي كده يغلي على النار، وهنشيل كل الرغوة بالشكل ده. كده أول مراحل النابت بدأت تمام معانا. هنبتدي بقى نعمل له الطعم اللي هيديه ريحة تحفة توصل لآخر الشارع. أنا هنا التوم والفلفل فرمته، أخدت منهم كده حوالي معلقة صغيرة وحطيتها على حلة النابت بتاعتي، ركنتها على العين التانية، وهنبتدي نعمل الطشة بتاعتنا. الطاسة فيها حبة زيت، هننزل بالثوم والفلفل اللي احنا فرمناه مع بعض، وهنبتدي كده نشوحهم لغاية ما يتحمر معايا. هنحمر كده التومة، وهنزل عليها بحبة من الكزبرة وحبة من الملح، وهنقلبهم مع بعض كأنك بتعملي ملوخية. على فكرة شوربة النابت دي ينفع يتعمل عليها ملوخية، بتبقى طعمها تحفة. بعد ما حمرنا التومة هننزل بيها كده على حلة النابت. في المرحلة دي تخلي النار بتاعتك هادية، لأن ممكن وانت بتنزلي بالطشة هتفور معاك وتبهدلك الدنيا. فانت كده هدي النار شوية، وبعد كده تشيه وشم معايا الريح. بالأمانة ريحته تحفة. وبعد كده هنزل عليه بقى بباقي التوابل، الكمون والكزبرة والملح. مكعب المرقة ده أنا هخليه شوية، هخليه لغاية النابت كده ما يستوي. هنغطي حلة النابت بس يكون في فتحة كده في الحلة، وهنهدي عليها النار. مفيش نص ساعة بيكون النابت جاهز معاكي. بعد ما استوى او قرب ما بيستوي بننزل بمكعب المرقة عشان يبقى ريحته وطعمه موجودة كده، ما تهلكتش مع الغليان من اول ما بدأ يستوي. شايفين بقى شكل النابت، وشايفين الشوربة فاتحة وبالأمانة كده خطيرة. في النابت ممكن تحطي بصل لو انت حابة، اللي هو البصل الصغير القوارمة. ممكن تحطي طماطم، بس انا بحب اعمله بالطريقة دي، بيبقى سهل وبسيط وكمان طعمه وريحته تحفة. شايفين النابت مستوي ومهري ودايب دوب. يعني لو عملتوه بالطريقة دي هتاكلوا احلى نابت وهتشربوا احلى شوربة نابت. بالامانة كده الطعم احلى من شوربة الفراخ واللحم، وبديل ليها حلو جدا جدا. شايفين الشوربة ولونها، شايفين جمالها تحفة. شامين معايا الريحة؟ يلا كده اللي ما عملش النابت بالطريقة دي قبل كده يعمله، وإن شاء الله هياكل أحلى نابت ما عملهوش في حياته قبل كده بالأمان. وادي كمان الفول متنبت ومستوي ومهري ولونه فاتح، ولا واحدة مغمقة، والشوربة لونها فاتح. يعني طريقة ما فيش أسهل منها. شايفين المنظر؟ شايفين الشوربة تحفة وريحتها تحفة. النابت من الأكلات اللي هي ما بنستغناش عنها، وخاصة في أيام الصيامات، بديل للفراخ واللحمة وبديل لشوربة الفراخ واللحمة. ينفع تعمل عليها ملوخية، ينفع تعمل عليها أي خضار. بالأمانة كده خطيرة. هتاكليها بقى جنبها كده شوية مخلل، بصل أخضر، المتوفر عندك، عيش متحمص. شايفين الفولة دايبة ازاي ومستوية ومهرية؟ الفول كله بيطلع مستوي كله زي بعضه، مفيهوش واحدة ناشفة وواحدة طرية. بالأمانة كده طريقة تحفة، جربوها وإن شاء الله هتعجبكم. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويلا جربوها ونبتوها. كل سنة وانتم طيبين، واستنوني في فيديوهات جديدة وأفكار جديدة مع مطبخ وأفكار صون. أشوفكم على خير. باي باي.